انا اضمن لك بعد ما تسمع الفيديو ده للنهايه هتكون فاهم الفرق ما بين التريجر والاكشن جوه ان ات ان. ازيكم، انا ابراهيم. ده الفيديو التاني من سلسله تريجر بالعربي. هدف السلسله دي ان احنا نشرح كل التريجر الموجوده جوه ان ات ان بالتفصيل ونعرف مشاكلها ايه وبتستخدم في ايه. وده الفيديو التاني في السلسله دي، وفي الفيديو ده هنشرح الفرق ما بين التريجر والاكشن. بس قبل ما نبدا خلينا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما يا رب. علمنا يا رب علمنا. من غير كلام كتير يلا بينا في تاني حلقه معانا في سلسله تريجر بالعربي. طيب احنا في الفيديو اللي فات شرحنا جزئية التريجر وعرفنا ان التريجر بيجي في البداية وهو اللي بيشغل اي ورك فلو انت بتبنيه. في السيشن النهاردة هنشرح الفرق ما بين التريجر والاكشن. يلا بينا على الفيديو. بكل بساطة صديقي العزيز، الفرق ما بين التريجر والاكشن هما سؤالين. تسأل نفسك سؤالين لما تيجي تبني اي ورك فلو انت بتشتغل عليه. السؤال الاول هو امتى الشغل ده بيبدأ، واحنا عرفنا اجابته. الشغل ده بيبدأ لما نختار التريجر الصح اللي هيبدأ الورك فلو. السؤال التاني بعد لما يبدأ انا عايز اعمل ايه. لو جاوبت على السؤالين دول انت كده حليت 80% من بناء الورك فلو بتاعتك، لانك اخترت التريجر الصح وبنيت خطوات انت هتمشي عليها. خلاص انت هتخش على مرحله التنفيذ، انت عارف هتعمل ايه. وهنشوف الموضوع ده بيحصل ازاي دلوقتي، بس مش هننفذ حاجه، انا بس بوريك الفكره عامله ازاي عشان لما نخش في التطبيق العملي تبقى فاهمني أكتر. التريجر هو اللي بيجاوب على سؤال امتى الشغل بيبدا، والاكشن هو اللي بيجاوب على سؤال بعد ما يبدا انا هعمل ايه. خلينا ناخد مثال علشان تفهمني اكتر، وانا عايز اوصل لك معلومه كده ان انت تبلان او تعمل بلان للشغل ان انت بتبنيه علشان انت تبقى فاهم انت هتعمل ايه. تخيل انت عندك شركه وعايز تبني اوتوميشن يسجل بيانات العميل في جوجل شيت ويبعت مسج على الواتساب للعميل ويبعت مسج للفريق اللي انت بتشغله او الناس اللي شغالين معاك في البيزنس، يقول لهم ان العميل ده سجل، وبعدها العميل ده يتضاف في الداشبورد ان هو سجل. وبعدها ممكن نستخدم AI مثلا ايجنت علشان يصنف العميل ده ويصنف الطلب بتاعه وهكذا. ده اوبشن يعني اختياري، انا بس بديك ايه مثال. طيب انت عايز كل ده يحصل، كل ده بيتقال عليه اكشن. كل الخطوات دي اكشن. طيب انا قلت لك قبل ما تيجي تبني اي ورك فلو تسأل نفسك سؤالين: ايه اللي هيشغل الورك فلو دي؟ هتختار ساعتها التريجر الصح. احنا قلنا عايزين اول لما العميل يبعت فورم او يملى فورم لان ات ان، يبعت فورم لان ات ان تبدا الورك فلو تشتغل. فهنشتغل على تريجر اسمها اون فورم سبمشن. اول لما الفورم تتملى هيبدا بقى كل ده بقى يحصل بعدها. اول لما الفورم تتملى هنسجل بقى، هنعمل جوجل شيت في الورك فلو، وهنربط تريجر الواتساب، هنبعت مسج للاونر للناس اللي شغالين معانا، يعني المسج دي تعرفهم ان العميل ده سجل وطلبوا كذا وهكذا يعني. فاي حاجه بتحصل بعد التريجر انا عايز اوصل لك ده، اي حاجه بتحصل بعد التريجر هي الاكشن. بص يا صديقي، التريجر بيحصل مره واحده في البدايه علشان يشغل الورك، لكن بعدها الاكشن بيبقى ممكن يكون اكشن واحد، او ممكن تكون 10 اكشن، او ممكن يكون ورك فلو طويله فيها اكتر من تريجر واكتر من اكشن. خلينا ناخد مثال تاني برضه عشان تفهم الفكره. لو انت عندك ورك فلو عايزه يشتغل اول لما تيجي الساعة 9 الصبح أو الساعة 8 مثلا المغرب وهكذا. خلينا الأول نرسم السيناريو بتاع الورك فلو، بعدها نفرق فين التريجر وفين الأكشن، أو هنختار تريجر إيه وإيه الأكشن اللي عندنا. طيب إحنا عايزين بعد ما الوقت يجي تبدأ الورك فلو، وبعدها نجمع داتا من جوجل شيت، او احنا حاطين بالفعل داتا في جوجل شيت. الاي اي ايجنت يعمل تلخيص للداتا اللي جوه جوجل شيت. الداتا اللي جوه جوجل شيت فيها ارقام عملاء، فيها ايميلات عملاء، فاحنا عايزينه يبعت ايميلات للعملاء دي يعرفهم بالخدمه بتاعتنا. نفترض مثلا ان احنا الشركه بتاعتنا اهي بصمه مثلا. احنا عندنا داتا من العملاء حاطينها في جوجل شيت، عايزين نعرف العملاء احنا بنقدم ايه. عايزين نخلي الموضوع ده يحصل اوتوميتد. هنجيب الداتا بتاعت العملاء دي نخزنها في جوجل شيت، وبعدها ندخل عليها اي اي ايجنت. الاي اي ايجنت ياخد الداتا دي، وبعدها بيصنف عميل عميل، يبعت له رسالة مختلفة. انا هدي او احط راج او سيستم برومبت للاي اي ايجنت ده، اقول له انت موظف ذكي مسؤول ان انت تزود السيلز في الشركة، وانت بحاول يعني وهكذا. شوف سيستم برومبت هيكون ماشي ازاي، يعني بس بشرح لك الفكرة. ووظيفة الاي اي ايجنت ده ان هو يبعت رسائل للعملاء دي او الشركات دي على الميل. كل ده بيحصل اوتوميت. بص احنا رسمنا البلان بتاعت الورك فلو كلها. كل ده بقى، كل الحاجة اللي احنا عملناها دي كلها اسمها اكشن.
كل الحاجات دي كلها اسمها اكشن. فاي حاجه بتحصل بعد التريجر اسمها اكشن. احنا برضو لسه ما طلعناش التريجر، فالتريجر هنا هنستخدم سكيدجول تريجر، لان في السيشن اللي فاتت احنا فهمنا امتى نستخدم او فهمنا الفرق ما بين المانيوال تريجر والسكيدجول تريجر. وفي تريجرات كتيره برضو احنا فهمنا الفرق ما بينها، كانوا 4 تقريبا. هم دول المين تريجر، المفروض انت تقريبا مش بيخلو منهم اي ورك فلو، او بيجوا في كل الورك فلو، معظمهم يعني بيجي في الورك فلو كلها. طيب احنا كده طلعنا التريجر الصح، واخترنا او بنينا بلان هنمشي عليها في بناء الورك فلو. انا ليه بعمل كل ده معاك؟ لان انا عايز اسسك للي جاي، لان اللي جاي هيكون اسهل لما تسمع كل الحاجات دي، او تفهم احنا ازاي بنفكر في بناء اي ورك فلو. بنبدأ الأول نبني بلان. البلان دي أول ما أخش على نت إن أنا عارف هعمل إيه، تك تك تك. خلاص أنا اخترت التريجر، اخترت الأكشن اللي أنا عايز أعملها، جوجل شيت، حط ميل، حط AI ايجنت، وهكذا. إحنا خلاص دلوقتي تقريبا عرفنا الفرق ما بين التريجر والأكشن لما نيجي نشتغل على أي ورك فلو إحنا بنبنيها. فخلينا نشوف الموضوع ده في الحياة العملية، هنطبق الموضوع ده إزاي على الحياة العملية. طيب تخيل مثلا تشبيه بسيط يعني، انت قاعد في مكتبك عادي جدا وجرس الباب رن عليك، فانت جرس الباب هنا هو التريجر. وبعدها انت هتقوم تفتح الباب، تشوف اللي واقف على الباب ده عايز ايه، تبدأ تتشات معاه، تاخد مثلا لو في داتا هو بيديها لك او حاجة بيديها لك تاخدها منه. وبعدها تخش وتقعد على الكرسي وتقعد على المكتب. كل الحاجات اللي حصلت بعد ما فتحت الباب دي اسمها اكشن. اول لما جرس الباب رن ده التريجر. اي حاجة بقى انت عملتها بعد كده اسمها اكشن. اتمنى تكون فهمتني، لان الموضوع ده مفيهوش شرح طويل، انا بفهمك الفرق ما بين الاتنين دول علشان يعني ده هيفيدنا بعدين في بناء اي ورك فلو زي ما عرفتك. فالخلاصه صديقي العزيز، اي ورك فلو بتبدا بتريجر، وعرفنا ازاي نختار التريجر الصح لما نجاوب على سؤال ايه اللي هيشغل الورك فلو دي، والاجابه بتكون هي التريجر. طيب انت بعد ما بنيت البلان بتاعتك بتاعت الاكشن، ايه اللي بعد التريجر؟ انت بعد لما تبني البلان هتفهم بقى انت هتختار التريجر بناء على البلان بتاعتك دي. ممكن يكون عندك تريجر واحد بعده اكشن واحد، ممكن يكون عندك تريجر بعده 10 اكشن، ممكن يكون عندك ملايين، او بلاش ملايين دي عشان انا افورت، ممكن يكون عندك اكتر من تريجر واكتر من اكشن في ورك فلو واحده. فانت مش بتمشي بقاعده ثابته زي ما انا قلت لك، انت تفهم الفكرة وتشتغل عليها. المهم انك تفصل في دماغك ما بين بداية الورك فلو واي حاجة بتحصل بعد ما الورك فلو بتبدأ. اي بداية ورك فلو بتبدأ بتريجر، بعدها بيبقى بقى اكشن وانا عايز اعمل كذا يعني شيت اكسل، AI ايجنت، الكلام ده. فانت ابني بلان في بداية بنائك للورك فلو علشان تبقى فاهم انت بتشتغل على ايه وتخش تبني على طول. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انت مهتم بمجال الاي اي وحابب تعرف اكتر اعمل لي فولو.